السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غنوجد معكم واحد الفقاس اللي تيجي رائع وبنين ولذيذ ديال الافراح ديال الاعياد ديال المناسبات. ما عليك غير تشاهدي الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفي المكونات اللي هما بساط بزاف. هذا الفقاس اللي داكوغ يقول لك عطيني المقادير ديالو، ويلا ندوزو باش نشوفوا المقادير اللي هما بساط بزاف. كناخذوا اناء اللي غادي نخلطوا فيه المكونات او القصريه بطبيعه الحال. بعد ما كنغسلوها وننظفوها مزيان ونشفوها، عندنا هنا 3 ديال البيضات، شاشيه ديال نكهه الزهر، شاشيه ديال الفاني، شاشيه ديال الخميره خاصه بالحلويات، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال العنبه بطبيعه الحال، وكاس ديال الزيت، 4 كاس ديال الجنجلان. بعد ما تنصهدوه كنغسلوه بطبيعه الحال ونقيوه وكنصهدوه واحد شويه في المقله. عندي معلقه ديال حبه حلاوه حتى هي كنقيوها مزيان، ما تنغسليهاش غير تنصهدها في المقله. غادي نديروا البيض هو الاول، وغادي غير تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا المكونات اللي هما بساط بزاف ولكن المذاق راه رائع. عندي هنا 4 الكاس ديال اللوز. من بعد ما بيتو ليله كامله في الماء ديال الزهر، رقدتو في الماء ديال الزهر وتخليه في شي صبيره وتبيتيه ليله كامله باش تيرطب، باش من نبغيو نقطعوا الفقاس ديالنا بغيت نقول لكم جميع الاسرار باش ما يتقطعش لكم. ملي تقطعوا الفقاس ما يتهرش لكم. نقطعوا هذاك اللوز، حاولوا تقطعوه ولا كان رطب تيساعدكم في التقطاع. هذاك الشيء علاش تنرقدوه في الماء الزهر. الماء الزهر اللي ما كانش عندك ماء الزهر تقطع غير الماء عادي، رقديه في ليله كامله باش يرطب الدور ديالو غير باش يرطب. غنديروا هاد المكونات كلهم، غادي نحاولوا نخدموا مزيان. تقدروا تخدموا غير السكر سنيده مع البيض، طربوه مزيان شي غير المهم حاولوا تطربوه حتى يبدا يتغير اللون ديالو وزيدوا المكونات الاخرين. ولكن انا غير خلطت، ولكن جميع المراحل تيجي زوين. غادي ندير هاد المقادير كلهم وغادي نخلطهم مزيان باش يندمجوا مع بعضياتهم. عاد غادي ندوزو للدقيق، دقيق خاص بالحلويات. هاد الشاشيه راه كتعطي واحد النكهه اللي زوينه بزاف، بطبيعه الحال حبه حلاوه حتى هي عندها واحد الدور اللي هو زوين، احسن من النافع. انا كنفضلها هي على النافع، يعني هي اللي كنديرها تقريبا. هذا 4 كاس اللي بيتو ليله كامله. غادي نزيد هاد المكونات، غادي نحاول نخلطهم مع بعضياتهم حتى يندمجوا. غادي نزيدو الدقيق ديالنا من بعد ما غربلناه. نحيد هاد الخلاط اليدوي باش نخلطها بيديا. عندي هنا انا مصيبه القياس ديال نص كيلو. هاد المقادير اللي عطيتكم ديال نص كيلو، الا بغيتو ديروا كيلو غادي تضاعفوا المقادير. انا غير ولدي طلبني حتى يعجبو بزاف تيحمق عليه، بغا هذاك الشيء اللي صيبت ليه غير هاد الكميات قليله اللي هي نص كيلو. بغيتو المقادير غادي تضاعفوهم. مثلا بغيتو كيلو راه غديروا 6 البيضات بلاصه 3 ديال البيضات، غديروا 6 البيضات في الكيلو. والكيسان ديال الزيت غديروا 2 كيسان ديال السكر سنيده، 2 شاشيه ديال خميره الحلويات، 2 ديال نكهه الزهر، 2 فاني. المكونات كلهم غادي تضاعفوهم. بلاصه غيكون عندك نص كاس مثلا ديال الجنجلان او ديال اللوز غادي ديري كاس. المقادير كلهم اللي حطيتهم لكم غادي تضاعفوهم ان شاء الله غادي يجيكم لذيذ وزوين. المهم العجينه ديالو راه ما خصهاش تكون قاصحه، راه ما خصهاش تكون قاصحه. كاين الدقيق اللي تيشرب، كاين الدقيق اللي ما تيشربش. المهم العجينه ديالو خصها تكون رطبه
بحال العجينه ديال الحلويات بطبيعه الحال العجينه كتكون رطبه ما تكونش قاصحه، كتلتصق كما كتشوفوا معايا، كتكون كتلتصق في اليدين ورطبه باش كيجي الفقاس ديالكم زوين. كما كتشوفوا معايا العجينه راه غير جمعتها ما تدلكيها ما والو، وكتبقى العجينه رطبه تلتصق في اليدين باش كيجي الفقاس ديالكم ناجح 100%. انا بالنسبه لهاد نص كيلو غيعطيني 3 ديال الكويرات هما اللي غادي نخدمهم معكم، يعني 3 ديال الحرابل ولا كيفاش كتسميوهم. وانا غندير 3 يعني عندي غير لاطه وحده، لكن كيلو راه غادي يجيكم تبارك الله. راه فيه هذا تبارك الله راه عطاني طبسيل كبير يعني تبارك الله ما شاء الله، يعني كيعطي. دهنته بشويه ديال الصفر د البيض مع شويه ديال النسكافي. تقدروا تزيدوا اللي جاكم من الخليط قاصح تزيدوا معاه شويه ديال الحليب او شويه ديال الخل باش تخفوه. كنحاولوا نديروا لهم هاد تزينوهم بهاد الطريقه هذه وتتكيهم شويه باش ما ينتفخوش ليكم، باش ما يتشققش ليكم عفوا بواحد العويد. تحاولوا تقبوهم بشي حاجه رقيقه عندكم وتنديروهم في الفران. من بعد ما انا سرعت لكم فيديو سمحوا لي باش ما نطولش عليكم الفيديو. كنديروه يطيب من التحت، من بعد كنديروه يكون الفران سخون بطبيعه الحال كيطيب من التحت ونطلعوه تيدير غير نص طيبه حتى تيطيب من التحت ونطلعوه يتحمر واحد شويه كيجي على اللون هذا، ما تخليوش يطيب بزاف. كتبيتو ليله كامله بواحد تحطوه واحد الفوطه فازكه وواحد البلاستيك حتى لغد الليل عاد باش تقطعوه وتحمروه. كيجي على هذا الشكل هذا. ما كانش عندك الوقت تقدري تغطيه بشي حاجه فازكه، شي فوطه فازكه واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع، هذاك الشيء اللي بغيتي. المهم خصو ضروري يرتاح واحد شويه وتتقطعيه الشكل اللي بغيتي وتتحمريه من بعد على هذا الشكل هذا. المهم تحمريه حتى كيولي اللوين اللي بغيتي ذهبي. هذا اللوين راه كيجي رائع، المذاق ديالو راه تيجي رائع بصحتكم وراحتكم. الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش اللايك، الله يسهل عليكم، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتابونوا في القناه اللي باقي ما تابوناش في القناه. وشكرا لكم بزاف. الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.